أنا رندا مجدي ودي بارت 2 من قالولنا زمان. قالولنا زمان إن السكوت علامة الرضا. يعني لما تيجي تتكلم مع حد وتتناقش معاه في حاجة ويسكت، فانت كده فاهم ان هو راضي، موافق يعني. لما تيجي تقول لحد اعتراضك او انتقادك على حاجة ويسكت، فهو موافق. وبالعكس كمان، لما حد يعترض على حاجة انت عاملها، لما حد ينتقد حاجة انت قلتها، لما حد يتصرف معاك بطريقة ايا كانت الطريقة دي كويسة او وحشة وتسكت، فده معناه ان انت موافق وراضي. وهو ده كان الدرس اللي انا كنت بعلمه لبناتي من مواقف بيتعرضوا لها في المدارس ومع اصحابهم. لو الاطفال مش فاهمين ان سكوتهم ده بيترجم على ان هم موافقين، وسكوتهم ده ساعات بيبقى بوابة لان الحاجة اللي مضايقاهم دي او مش مريحاهم تكبر وتعلى وتبقى ازيد، ويبقى حاجات اكتر مضايقاهم وحاجات اكتر بتأذيهم. فكان لازم نفهم الفرق ما بين السكوت والرضا والسكوت باعتراض. يعني في ممكن طفل يكون عنده اقتناع تام بكل حاجة هو بيعملها، وعنده سلام نفسي رهيب، ومش فارق معاه رأي حد، وعنده ثقة بنفسه كبيرة جدا وثقة في كل حاجة هو بيعملها. مبسوط باللعبة اللي بيلعبها، مبسوط بالتمرين اللي بيعمله، مبسوط بالحاجة اللي بيتعلمها، مبسوط بالمستوى اللي وصله، مبسوط باللبس اللي بيلبسه، مبسوط بشكله، مبسوط بشعره، مبسوط بطريقته، مبسوط بتصرفاته. كل الحاجات دي ممكن يكون في فعلا طفل مش فارق معاه رأي الناس اللي حواليه. فلما بيتعرض للانتقاد أو للتريقة والتنمر، وده وارد جدا ما بين الأطفال دلوقتي، إن يكون في تنمر وانتقاد وتريقة على كل حاجة، على حاجة كويسة أو حاجة وحشة. يعني مش لازم يكون التريقة دي ما بين الأطفال على حاجة وحشة بس. يعني الجديد دلوقتي ان ممكن تلاقي اطفال بتتنمر على بعض وبيتريقوا على بعض على حد مثلا شاطر في حاجة او حد نجح في حاجة، بيحب حاجة معينة، بيحب أكلة، بيحب يلعب بطريقة معينة، بيحب يهزر بطريقة معينة، بيحب يضحك بطريقة معينة. كل الحاجات دي ممكن تكون سبب من أسباب التريقة والتنمر أو الانتقاد. إن طول الوقت حد مثلا من الأطفال ينتقد طفل تاني مثلا على شعره، على لونه، على لبسه، على طريقة كلامه، على طريقة أكله. كل الحاجات دي انتقادات وتريقة ممكن الطفل يتعرض لها. في نوعين من الأطفال، في أطفال بتنزعج جدا وبتتأثر جدا 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 بالانتقادات دي، وممكن يأثر عليهم نفسيا كمان. وساعتها بيبقى رد فعلهم حاجة من الاتنين: يا إما بيزعق وبيعلي صوته وبيبين قد إيه هو معترض بطريقة عنيفة جدا، وده طبيعي جدا علشان في أطفال حساسة قوي والموضوع بيأثر فيهم جدا، فرد فعله بقى إن هو بيعيط أو بيزعق أو بيبتدي إن هو يعترض بصوت عالي أو بشكل عنيف جدا. وفي أطفال تانية ممكن تاخد الانتقاد ده وتبقى حساسة جدا من ناحيته وتاخد جنبه وتزعل وتتأثر جدا وتعيط وتكتئب، بس كل ده في صمت تام. وفي بقى نوع تاني خالص اللي ما بيتأثرش. ده مش معناه ان هو ما بيتأثرش ان هو مش حساس او ما عندوش الإحساس بالحاجات اللي بتحصل حواليه، بس ممكن يكون في أطفال بجد عندها ثقة في نفسها جدا لدرجة ان مش فارق معاها وجهة نظر الأطفال اللي حواليها. مش فارق معاها ان حد بيتريق على شعرها، مش فارق معاها ان حد بيتريق على لونها، مش فارق معاها ان حد بيتريق على لبسها، مش فارق معاهم حد بيتريق على ضحكتهم، مش فارق معاهم حتى حد بيتريق على طريقتهم وتصرفاتهم. كل الحاجات دي ممكن يكون في طفل بيتقبل الحاجات دي مش عشان هو موافق عليها، بس عشان هو من جواه مش فارق معاه. هنا احنا مش مشكلتنا مع الطفل اللي عيط او اللي زعق او اللي اخد جنب وبعد، احنا مشكلتنا مع الطفل اللي وافق وكبر دماغه وعنده ثقة في نفسه وما بينش اي اعتراض. اه، ساعات بتبقى دي المشكلة. ساعات بتبقى مشكلة ان عندك ثقة في نفسك جدا، مش فارق معاك رأي الناس، ومش فارق معاك هما بيقولوا ايه قدامك او من ظهرك، ومش فارق معاك التريقة اللي انت بتتعرض لها والتنمر اللي انت بتمر بيه. لان للأسف السكوت هنا وعلامة الرضا هنا بتبقى ان انت موافق على الكلام ده والتجاوزات اللي بتتعرض لها والانتقادات الصريحة الغير أخلاقية تماما اللي انت بتمر بيها. يعني لو حد قال رأيه في لبسك، لو حد اتريق على حاجة انت بتعملها، لو حد اتريق على اكل انت بتاكله، او حد كل اللي همه في القعدة او كل اللي همه في المكان او كل اللي همه في التصرفات اللي هو بيعملها خلال اليوم ان هو يقلل منك، بس ما بيعملش اي حاجة في مجال يومه غير ان هو حطك انت موضوع محتوى هو شغال عليه.
في الرايحة وفي الجاية يتريق على أي حاجة، ينتقد أي حاجة ويضايقك بأي كلام. وممكن كمان يبقى التارجت بتاعه ان هو يقلل فرحتك على حاجة مثلا انت دلوقتي فرحان بيها. هنا السكوت ده الشخص المؤذي ده بيترجمه على ان انت راضي وموافق. السكوت علامة الرضا. انت موافق ان انا بعمل معاك كده، انت موافق ان انا بعدي حدودي، انت موافق ان انا بهزقك، انت موافق ان انا بنتقدك بطريقة مش مهذبة، انت موافق جدا على كل حاجة انا بعملها عليك وبدون اخلاق وبشكل مبالغ فيه. هنا لازم نعلم الأطفال اللي عندهم ثقة في نفسهم ومش فارق معاهم كل الحاجات دي إن لازم يكون في وقفة، لأن سكوتك بيترجم على إنه رضا وموافقة جدا. لازم الأطفال دي تتعلم إن مهما كنت أنت واثق في نفسك ومهما أنت كنت مش فارق معاك رأي الناس اللي حواليك، ده ما يمنعش إن أنت توقف أذى أو تريقة أو تجاوزات بتحصل حواليك، لان هتكبر وهتوصل لمرحلة ان انت بني ادم بتشتغل وبتتعب، بتعمل مجهود كبير جدا وبتاخد مرتب على قد اللي انت بتعمله، بس ممكن يكون المرتب ده مش متقدر، ممكن يكون مديرك مش مقدرك، ممكن يكون زمايلك مش مقدرينك، ممكن يكون الشركة اللي انت شغال فيها مش شايفة المجهود اللي انت بتعمله فمدين لك على قد اللي هم شايفينك ان انت موافق عليه. ممكن تفضل فترة معينة انت موافق ومقتنع وراضي جدا باللي انت بتعمله وراضي جدا باللي انت بتاخده في المقابل وراضي جدا باللي انت بتاخده من مقابل مادي او اجتماعي او تقديري من الناس او اللي حواليك او من الشركة اللي انت بتشتغل فيها او حتى من علاقاتك مع الناس. بس ممكن في لحظة واحدة تلاقي ان الموضوع بيزيد، لان هو في الغالب بيزيد لان انت وافقت وسكت والناس مترجمة ده على سكوت. يا اما هتفضل في السيتويشن ده ما بيتحركش، ما بتزيدش الزيادة اللي انت تستاهلها، ما بتتقدرش على قد التقدير اللي انت تستاهله، علاقاتك مع الناس ما بتتحسنش، ما بتاخدش اتجاه تاني احسن، او هي ماشية بنفس الوتيرة او ممكن يعدي عليكوا شوية مطبات الناس مش واخدة بالها منها. هنا انت ممكن تفوق وتلاقي نفسك على نفس الطريق، ما تغيرتش، ما تحسنتش، ما تقدرتش، ما بتطلعش سلمة قدام. وممكن كمان عدم رد فعلك وعدم كلامك وعدم اعتراضك على اللي بيحصل حواليك ده يأخرك سلمتين تلاتة كمان. الوقت اللي انت كنت قاعد فيه وراضي ومبسوط وتمام، انا موافق على كل حاجة، انا مقتنع وراضي جدا بكل حاجة، هو ده نفس الوقت اللي انت كان المفروض تبقى عندك ادراك ووعي جدا ان كده انا مش متقدر، لازم اتكلم، ولو ما تقدرتش بعد الكلام انا المفروض اخد رد فعل. يعني لو لقيت فيه شوية تجاوزات من ناس حواليك والموضوع ابتدى يزيد عن حده، وقت ما انت بتسكت وبتكبر دماغك ومش فارق معاك رأيهم اصلا ومش فارق معاك اللي بيقولوه ومش فارق معاك اصلا القعدة ولا فارق معاك الكلام اللي بيتقال كله على بعضه وهتروح ولا هتفتكر اي حاجة منه، فجأة هتلاقي نفسك ان الناس دي بتزودها حبتين. كل مدى الموضوع بيزيد. لو الموضوع كان هتضايق ما بينكم فالموضوع بيزيد مع فرد، مع اتنين، في وسط قعدة كبيرة، في وسط مناسبة كبيرة، ممكن الموضوع يزيد جدا. وساعتها ممكن يكون رد فعلك كبير قوي والناس تستغربه وتقولك هو انت معترض قوي ليه كده، هو انت مبالغ في رد فعلك كده ليه، هو انت مكبر الموضوع قوي كده ليه. ده مش علشان اللي هما بيعملوه ده مش صح وعلشان هما ما غلطوش فيك، هما غلطوا، بس انت اللي سمحت بسكوتك وبالرضا اللي انت وصلته لهم ان انت موافق. وبطبيعة الحال الموضوع كبر. موضوع كبر لو في شغلك تلاقي نفسك بتاخد شغل اكتر، بتاخد تاسكات اكتر، بتشتغل اكتر، بتعمل مجهود اكتر، بتعمل اكتر من شغلانة كمان، وهو هو نفس مرتبك وهو هو نفس التقدير من كل الناس اللي حواليك، يا من زمايلك يا من الشركة اللي انت بتشتغل فيها، لان هم شايفين ان انت راضي وساكت. فبطبيعة الناس في الغالب ما بيدوش رد فعل كبير، ما بيدعوش نفسهم ان هم يدوا رد فعل هم ما شافوش منك الفعل بتاعه. يعني هما ما شافوش ان انت معترض او متضايق او زعلان او بتطلب تقدير او بتطلب اهتمام او بتطلب فلوس اكتر، فطبيعي الناس بتكسل وبتتلهي في كذا حاجة تانية وما بيدولكش اللي انت محتاجه. وفجأة تلاقي نفسك ان انت متضايق جدا ورد فعلك يبقى مبالغ. هو مش مبالغ فيه، هو تراكمات، بس كان بدايتها السكوت. مش طول الوقت بيبقى السكوت هو علامة الرضا، دي حاجة كويسة، ومش طول الوقت لازم نبقى ماشيين تحت جملة السكوت علامة الرضا. ساعات بيبقى السكوت ضعف، قلة حكمة، عدم تقدير لنفسك، وده اللي بيخلي يبقى فيه عدم تقدير من الناس ليك. مهم جدا ان احنا نفهم ولادنا معنى كلمة السكوت علامة الرضا. طول ما انت ساكت فده معناه ان انت موافق، طول ما انت ساكت ده معناه ان انت متقبل
وراضي بكل حاجة بتحصل لك، راضي ومبسوط بالحاجات اللي انت فعلا راضي ومبسوط ومش هتأذيك، فده مفهوش مشكلة خالص ان انت تبقى ساكت. لكن تبقى ساكت طول الوقت في كل حاجة انت بتتعرض لها وفي كل المواقف اللي انت بتقابلها في حياتك، وتقول للسكوت علامة الرضا، انت بيبقى السكوت علامة الضعف.